السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام. حسم البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي موقفه من رحيل خالد الغنام لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث رفض المدرب البرتغالي خروج خالد الغنام سواء بنظام الإعارة أو الانتقال خلال الميركاتو الصيفي الذي ينتهي اليوم الخميس، وذلك بسبب حاجته إلى خدمات اللاعب هذا الموسم، خاصة وأن النصر ينافس على أكثر من بطولة، ويرغب خالد الغنام في البقاء بنادي النصر وعدم الخروج في الميركاتو الصيفي. وحسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقريرها اليوم الخميس الجدير بالذكر أن عقد خالد الغنام مع نادي النصر ينتهي في يناير 2025، وذلك بعد أن نجحت إدارة العالمي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020 قادما من نادي القادسية بعقد يمتد 5 مواسم. ومن ناحية أخرى رفض محمد قاسم الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي طلب إدارة العالمي برئاسة مسلي المعمر بالخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطالب قاسم إدارة نادي النصر بالمخالصة وتسليمه المتبقي من عقده كاملا حسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقريرها اليوم الخميس. وكانت إدارة نادي النصر عرضت اللاعب على نظيرتها بنادي ضمك، وذلك ضمن صفقة انتقال عبد الله العمار إضافة إلى 10 مليون ريال سعودي، إلا أن النادي الجنوبي اشترط الحصول على 15 مليونا، كما طلب نادي ضمك الحصول أيضا على ماجد قشيش ومختار علي بجانب 15 مليونا، الأمر الذي رفضه مسؤول نادي النصر، ووافقت إدارة نادي النصر على رحيل ماجد قشيش فقط دون المهاجم مختار علي الذي يرغب النادي في الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة. الصلاة على النبي. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالاشتراك.